البنت دي كانت في شركة بتقدم على شغل، فصاحب الشركة اتأخر شوية فخرجت علشان تشم شوية هوا. هي ونازلة على السلم كان في عاملة نظافة بتشتغل في الشركة دي، من غير ما تقصد اتخبطت في البنت. للأسف البنت كلمتها بطريقة وحشة جدا، قالت لها انت عامية، انت ما بتشوفيش. فعاملة النظافة اعتذرت وقالت لها انا اسفة يا بنتي، ما اخدتش بالي، حقك عليا. في الوقت ده صاحب الشركة كان جاي من بعيد وشاف الموقف ده، لقى البنت لسه هتمد ايديها وتضربها. قال لها استني، انت هتعملي ايه؟ قالت له هضربها، هي تستحق كده. قال لها تضربي واحدة ست كبيرة في سن والدتك؟ معقولة؟ اتصل بيها السكرتير بتاع الشركة وقال لها يلا بسرعة علشان المدير واقف على الباب. فبصت حواليها ما لقتش الا الراجل ده. قالت له هو حضرتك المدير؟ قال لها اه. قالت له طب انا كنت جايبه السي في بتاعي علشان اشتغل عند حضرتك، ممكن تقبله؟ قال لها لا مش هقبله، للاسف انتي انسانه ما عندكيش اخلاق، مالكيش شغل عندي. ايه رايكم في اللي عمله صاحب الشركه؟ كان المفروض يديها فرصه تانية ولا هو كده عمل الصح؟